السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ديالكم. اول ما نبداو بالفيديو ديالنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. البنات هنا بغيت ندير معكم صابلي. انا بلا ما ندير معكم العجينه ديجا حطاها في القناه، وغنحط لكم الرابط ديال الفيديو. طلقت هنايا صابلي بعد ما ارتاحت لي العجينه، قطعت بالمراشم اللي عندي. انا عندي هنايا 5 ولا 6 ديال الاشكال اللي غندير. عندي كوموند ديال الباتيسري اللي غادي ندخل العجينه ديالي اولا صابلي الفران يطيب. ومن بعد نتلاقاو باش نديرو التعليكه ونديرو الفينيسيون ديال الصابلي بلا ما يجينا الفيديو طويل. ندخل الصابلي ديالي الفران، كنشعل عليه فوق والتحت على درجه حراره 125 على حسب كل فران، كل واحد الفران ديالو. المهم انا كندير الفران 125 في الحراره. كنخليه تقريبا واحد ثلث ساعه، 20 دقيقه حتى 25 دقيقه. نكمل ليه الطياب ديالو ونوليو نتلاقاو ان شاء الله باش نصاوبوا لي موتيف ديال الشكلاط. انا راه كنصاوب فيهم دابا، دايره الشكلاط كيذوب. ونتلاقاو ان شاء الله باش نديروا التزيين اللي غنديروا بواحد التعليكه البنات اللي كتجي طوب، غادي تشوفوها ان شاء الله. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا هاد التعليكه اللي كندير، السر ديالها والمذاق اللذيذ ديالها اللي كيجي الصابلي بها لذيذ بزاف البنات. انا غادي نستمر هكا حتى نكمل ونتلاقاو البنات. هنايا طيبت صابلي كما كتشوفوا، كيجي اللون ديالو موحد في الطياب. هانتوما البنات بعد ما كملت ليه الطياب ديالو درت شكيلات. هنايا انا راه قلت لكم عندي 6 العجنات. عندي هنا المربع، عندي القليب، عندي الداير، كاينين الاوفال، عندي شكيلات. دزت هنا صوب لي موتيف ديال الشكلاط. عندي المستطيل اللي غندير فيه خشيبات، راني فات مني صوبتهم، غير دابا غنوريكم غير الموتيفات اللي غندير. عندي هنا الخشيبات درت في الكحل وفي البيض. عندي هذا الموتيف ديال الحلزون هكا اللي داير، حتى هو غادي نعمرو. بسم الله. نحاولوا نعمروه ونخليو هذيك الوسط خاوي باش كيعطينا الشكل. ملي كنديروا ديك التعليكه ديالنا اللي غنلصقوا بها كتخرج لينا مع دوك الفجوات اللي فيه. حتى نتلاقاو باش نلصقوا صابلي ديالنا. انا نكمل هاد لي موتيف اللي عندي كاملين ونوليو نتلاقاو. ندوزو البنات هنايا باش نصوبوا التعليكه اللي كتجي غزاله. هانتوما البنات معايا، شوفوا التعليكه كيفاش كتجي ثقيله بزاف وكتثبت لينا على الصابلي كيف ما بغى يكون النوع ديالو. ما كتسيحش لنا على الصابلي زعما تخرج من هنايا ولا تخسر لنا الشكل ديالو، وانما كتبقى ثابته على الصابلي مزيان. هاد التعليكه البنات كتجي قابطه ومعقده مزيان وكتنفعنا في جميع الانواع ديال الصابليات. كما كتشوفوا انا درت بشكيلات، ويمكن لكم تنكوها بلا غوم ديال الحامض اولا ديال الفريز ولا اي غوم بغيتو. هنا البنات انا مازال محتاجه واحد التعليكه واحده اخرى. درت هنايا البيضه والصفرة بلا غوم ديال الحامض. انا محتاجه هنايا التعليكه في الحمر، يعني اما بالنسمه ديال لا غوم ديال الفريز اولا غندير غير ملون حمر. خديت هنايا 4 المعالق ديال الناباج يكونوا عامرين البنات، درتهم في المقله كما كتشوفوا. غنضيف عليهم 2 معالق ديال الكليكوز، حتى هما بيان سور يكونوا عامرين. في العاده كنديروا الكليكوز اكثر من الناباج. هاد التعليكه البنات اللي كندير فيها الناباج هو اللي اكثر من الكليكوز. ونشعل عليهم البوطه، ونخليهم كيطبخوا ليا. انا خدامه هنايا في الفقاص كما كتشوفوا هو في اللاطه حداكم.
كنطيب الفقاس وفي نفس الوقت كنصاوب التعليكه لصابلي. خليت هنايا التعليكه حتى تبخت ليا مزيان وعاودات باش داك الناباج مع الكليكوز كيندمجوا وكيبداو يعقادوا ليا. غنضيف عليهم رابعه اولا 250 غرام ديال الشوكولاط الابيض. عندي هنايا كالا اللي كنخدم بها لي موتيف ديال الشوكولاط، غادي نضيفهم هنايا رابعه على هاد الكميه اللي درت ديال الناباج والكليكوز، ونبقى نحركهم مزيان، نخدمهم حتى كيندمجوا ليا. هانتوما كنبقى مقابلها البنات حتى كيدوب بحال هكا، كنبقى مقابلها بالتحرك باش ما كتحرق ليا ما والو. غنطفي عليه البوطه وغادي ناخذ واحد الزليفه ناخذ فيها كميه اللي غادي نخدم بها. ناخذ من هاد الكميه اللي درت كامله غناخذ غير القياس اللي غندير فيه الملون، حيت من الاحسن تبقى ليا التعليكه اللي غتشات ليا بيضه احسن من انها تبقى ليا حمراء اولا فيها شي لون اخر، حتى نبغيها ونضيف لها الملون اللي بغيت اولا النكهه اللي بغيت. خديت هنا واحد القياس في زليفه غنضيف عليها ملون حمر غير قياس، ما نكتروش لان هذا الملون الاحمر انا ما عنديش النكهه ديال البرتقال ولا ديال الفرومبواز، غنضيف غير ملون اصطناعي واحد الكميه بسيطه، ما نكتروش لانه هذا الملون دغيا كيعطينا اللون ماشي بحال لاغوم. صافي غادي نحركها حتى كنحصل على اللون اللي بغيت. كما كتشوفوا دغيا كيعطينا اللون، نحركها مزيان حتى كيندمج ليا المكون. دوزو دابا البنات باش نديرو التلصيقه ديالنا في صابلي. في التعليكه اللي درت معكم الصفراء ديال لاغوم ديال الحامض لصقت التاج هنايا. صافي كندير كوم كاسي في الجنب. انا غنستمر هكا البنات حتى نكمل وباقي الشكل ديال القلب. هانتوما البنات كناخذ هكا صابلي غير نقيطه هكا الوسط باش تبقى باينه لنا من الموتيف ديال الشكلاط. التعليكه البنات راه غزاله، راه كتصدق من داكشي. هذا الشكل هكا البنات. صافي نحطوها حتى كتبرد وكتشد في راسها. غنستمر انا البنات هكا حتى نكمل التلصاق ديال هاد لي بيسكو صابلي كامل اللي عندي. كما شفتوا راه عندي شكيلات نكملهم تلصاق عادي بتعليكه ونوليو نتلاقاو ان شاء الله. هانتوما معايا الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، سبسكرايب، فعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. لايك لايك لايك. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في الفيديو، لايك، بارطاج، سبسكرايب، فعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. البنات هادو هما الشكيلات اللي درت معكم، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو وينال الاستحسان ديالكم. وكما كنقول لكم ديما مرحبا بكم والف مرحبا عند اختكم ام سعد. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك، سبسكرايب، وفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. بارطاجيو مع الحباب ديالكم، وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وعلى الحضور ديالكم في الفيديو ديالي. كنشكركم بزاف ومرحبا بكم بحال ديما. والزوار الجدد كنرحب بهم حتى هما وكنقول لهم ان شاء الله تلقاو ديما اللي كتبغيو في هذه القناه. ومرحبا بكم والف مرحبا. تهلاو في الفيديو. الى اللقاء في فيديو لاحق ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.